يعطيكم العافية المتابعين الكرام وأهلا وسهلا فيكم. كل عام وإنتم بخير. عيد يعني كعك أو معمول بكل أشكاله. اليوم وصفتنا معمول العيد بثلاث حشوات حنعمله بالسميد بدون إضافة طحين. خلينا نتابع الفيديو مع بعض الخطوات والتفاصيل المهمة حتى يطلع ولا أروع ولا أذكى من هيك معمول. ونبدأ بسم الله. أولاً رح نبدأ نبس السميد بالإدام. الطريقة نفسها بالخطوات ومقدار السميد رح آخد المقطع من فيديو معمول التمر بكلفة الكعك، نزلته سابقاً أيام عيد الفطر، موجود بالقناة. خلينا نشوف. بداية رح أعمل معكم عيار كيلو واحد بيعمل من 60 ل 70 حبة معمول، وإنتوا بتضاعفوا الكمية على حسب الحاجة. إذا عندي هنا كيلو سميد. اللي متوفر عنا هذا السميد الوسط بين الناعم والخشن، ولو متوفر عندكم الناعم ممتاز، بيكون عامل أخشن من الطحين بشوية. كيلو السميد بيطلع 5 أكواب من الأكواب المعيارية، أو 4 مجات من هذا الحجم اللي كلنا بنعرفه. المهم الكوب أو المج اللي بتعيروا فيه السميد هو نفسه اللي لازم تعيروا فيه المواد الدهنية أو الإدام. لكيلو السميد بنحتاج كوب ونص من الإدام. بدنا كوب كامل سمنة، ويا ريت تختاروها سمنة حيواني من النوع الممتاز، بتعطي طعم ونكهة غير شكل. وكمان بنحتاج لنص كوب زيت نباتي، وحيزيد الطعم فخامة لو أضفتوا معلقة واحدة من السمنة البلدية، ولو مش متوفرة ما في داعي تحطوها. السمنة بدنا ندفيها على النار بس إنها تبدأ تدوب، لكن ما تسخن أبدا. شفتوا زي هيك تطرى وتدوب وهي دافية. بضيفها فوق السميد وبضيف الزيت. وهنا رح نبدأ خطوة بس السميد. بعد ما وزعت الإدام عليه وكله تغلف بالزيت، رح نبدأ نفرك بهذا الشكل هيك بإيدنا. وهذه خطوة مهمة جدا، إنه يطلع المعمول طري وبهش، لازم نبسه بشكل جيد. أقل إشي 5 دقايق، يعني لازم ناخد وقتنا منيح. هذا بيساعد إنها حبة السميد تتفتح منيح، حتى لو كان من السميد الوسط مش الناعم. وبنعرف إنه السميد إدامه مناسب، بناخد شوية بنضغط عليها بتطلع متماسكة. وعادة السميد ما بياخد إدام أو دهون زي الطحين، يعني أقل شوية. حنتركه يوم كامل أو أقل إشي 12 ساعة، وفيكم تتركوه ليومين أو 3. لكن كل كم ساعة بنيجي بنعمل له هيك تحريكة من تحت لفوق، حتى ما يكون الإدام نزل وتجمع تحت. بغطيه وبنشوفكم بالمرحلة التالية. بعد مرور يوم كامل، وفيكم تتركوه ليومين أو حتى 3، الحبة تفتحت والسميد شرب كل الإدام. لكن قبل ما نشتغل فيه رح نحضر الحشوات. رح يكون النصيب الأكبر من الفستق الحلبي، حوالي وقية ونص، بيطلعوا بحدود 370 جرام. وكمان عين الجمل أو الجوز حوالي 150 جرام. وانتوا الحشوات بتتصرفوا فيها زي ما بدكم وعلى حسب المتوفر. وفي كم حبة عجوة زادوا عندي من فترة قريبة. لو بتحبوا تعرفوا كيف بنجهز التمر وإيش بنضيف له وحتى نختصر الوقت، فيكم تحضروا فيديو المعمول السابق، وراح أحط لكم الرابط تحت بصندوق الوصف. وبنكون مجهزين قبل بوقت قطر. الفستق الحلبي بدنا نجرشه خشن بأي طريقة متوفرة عندكم. أنا استعملت محضرة الطعام. هيك بدنا إياه مطحون خشن. الوجبة الثانية نعمته زيادة شوية حتى يتجانس كله مع بعض ويتماسك منيح. إذا هيك ممتاز بين الناعم والخشن. بضيف عليه معلقة صغيرة مليانة سمنة.
وقد 4 ل5 معالق قطر، أو لحتى نشوف كيف بيتجمع مع بعض، وإضافة 3 معالق كبار ماء ورد أو زهر، بخلطهم حتى يتماسكوا. في ناس بترش شوية سميد على الخلطة. هيك منيح إنه بنضغط على شوية بنلاقيها متجمعة مع بعض ورح تتماسك بزيادة لما نحطها بالتلاجة. أما حشوة الجوز نفس الخطوات، جرشته تقريبا جرش خشن بهذا الشكل، مع إضافة معلقة سمنة وشوية قطر على حسب كمية الجوز بتضيفوا القطر، ومعلقتين ماء زهر أو ماء ورد. أما الإضافة اللي حتميز حشوة الجوز، رشة من القرفة قد نص معلقة صغيرة على مقدار الجوز هذا. بخلطهم مع بعض حتى ناخد التماسك المطلوب. برضو بحطهم بالتلاجة حتى يتماسكوا أكتر. ونرجع نشوف السميد. بضيف له معلقتين كبار سكر و3 معالق كبار حليب بودرة، وعندي هنا معلقة صغيرة مليانة من حبوب المحلب طحنتها بشكل ناعم كتير، بضيفها فوق السميد، ورشة خميرة شوفوا قديش على طرف المعلقة بس، ما بنكتر، وفي ناس ما بحطوها. وكمان رشة ملح خفيفة. بحرك كل هالمكونات بشكل منيح، وبعد ما تأكدت إنهم انخلطوا بشكل جيد رح نضيف السوائل، لأنه بوصفتنا اليوم محتاجين يكون في قطر عشان نحطه على الحشوات. ممكن نضيف منه على العجينة قد 3 معالق كبار، بيعطي لون حلو للمعمول بعد الخبز، وفيكم تستغنوا عن هالخطوة. وبنحتاج لكوب مخلط ما بين ماء الورد والزهر، وبتقدروا تعجنوا بمية ومضاف إلها ماء الورد أو الزهر، لكن أنا حبيت أعجن فيهم، بيطلع طعم المعمول لذيذ وبنكهة طيبة كتير. هذا الكوب كنت مجهزاه من قبل وحطاه بالتلاجة، بدنا إياه يكون متلج أفضل. وحنشوف إذا بنحتاج أكتر من كوب أو لا. حنبدأ نلم العجينة بدون عجن، يعني بخفة بنجمع السميد مع السوائل، بناخد من تحت لفوق، وهذه خطوات مهمة. بيطلع المعمول هش وما بيكون قوامه زي المعجنات. شايفين العجينة لسه بدها سوائل. بضيف كمان ربع كوب من المية، حضيف شوية منه وبنشوف. بدي أضيف الباقي كله من المية، إذن احتجنا كوب وربع من السوائل. وهيك تمام، العجينة ممتازة وبتتشكل معنا بكل أريحية. بغطيها وبتركها ترتاح ربع ساعة. وهنا حضرت صينية الفرن، ما في داعي ندهنها بالزيت. استخدموا أي قالب متوفر عندكم وبتحبوه، سواء الخشب أو العظم أو البلاستيك. باخد جزء من العجينة، بغطي الباقي حتى ما تنشف. بنعملها على شكل اسطوانة طويلة، وبالسكين بقطعها لقطع صغيرة بهذا الشكل لحشوة الفستق. بنحاول كل قطعة قد التانية، يعني حوالي 14 ل 15 جرام بتكون القطعة. بغطيهم بنايلون حتى تضل العجينة طرية. بناخد القطعة بنكورها بحيث تكون رقيقة، بنحشيها وبنسكرها، وبنرجع نكورها وبنحطها بالقالب المدهون بالزيت. وكم خبطة بتطلع معنا بهذا الشكل الحلو. وبنبدأ نرتبهم بجانب بعض بالصينية. وهي كمان واحدة قدامكم. لما تكون العجينة ناجحة بنشتغل بالمعمول بكل سهولة.
بمعمول الفستق الحلبي بتكون العجينة وزنها قد الحشوة، أزكى هيك بتكون مليانة. أما معمول العجوة أو الجوز رح تكون العجينة أكبر، تقريبا هذا الحجم بحدود 25 جرام. حنعمل وحدة محشية عين جمل، نفس الخطوات بكورها وبحشيها، بكورها من تاني وبحطها بالقالب، كمان أكم من خبطة بيطلع معنا حبة هالمعمول الرائعة. هذا النموذج من القوالب أحلى إشي لمعمول الجوز. بصفهم بصينية الفرن، وحشوة التمر كمان نفس الإشي. رح أعملها بهذا القالب، شايفين منظرها كتير لطيف. إذن هيك خلصنا كل الكمية، معمول الفستق والتمر والجوز. من كيلو سميد طلع معنا هذا المقدار. بنتركهم يرتاحوا شوية، والصينية اللي جهزناها بالأول أكيد بندخلها الفرن بالأول. أنا حميت الفرن قبل 5 دقايق على نار بين المتوسطة والعالية، أو درجة حرارة 200. المعمول والكعك بدهم درجة حرارة عالية. بدخل الصواني والنار من تحتهم، ما بياخدوا وقت كتير، ما بين 7 ل10 دقايق. ومجرد أخدوا لون خفيف من تحت بنحمر الوجه إشي بسيط. بدنا ننتبه للفرن وقت الخبز حتى ناخد نتيجة حلوة. بعد ما طلعت الصينية من الفرن، شايفين أخد هاللون الحلو لأنه أضفنا عليه قطر. بنتركهم يبردوا، ما بصير ناخد منهم وهم سخنين. ما شاء الله، ما أحلى لونهم، ماخدين كلهم نفس اللون ونفس التحميرة مع الاحتفاظ بالرسمة. ومع رشة من السكر المطحون بودرة بناخد شكل حلو وطعم ألذ. أحيانا كتير ما برش عليهم سكر، يعني على حسب الرغبة. لو كانت الكمية عندكم كتيرة ما ترشوا سكر على الكل، على قد ما بتستخدموا بس. خليني أوريكم كل نوع كيف طلع معنا. هاي معمول الفستق، وهذا اللي بالجوز، وهاي بالعجوة. كلهم أروع من بعض، الحشوة مناسبة والقوام هش وبدوب بالتم، والطعم والنكهات ولا أروع من هيك. وبالآخر بتمنى لكم عيد مبارك، وربنا يتقبل منكم الأعمال الصالحة. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم.